مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي موعد نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الوبائي. تنظيم مهرجان الإريتريين في الدول الإسكندنافية. جهود لمنع القطع الجائر للأشجار في مديرية ملقح. أمريكا والاتحاد الأوروبي يتفاديان التصعيد عبر اتفاق غير تجاري. أكثر من 40 قتيلا جراء هجوم استهدف كنيسة بالكونغو الديمقراطية. حرائق واسعة في تركيا واليونان. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الوبائي اليوم 28 من يوليو للمرة الثانية على مستوى البلاد في العاصمة أسمرة تحت شعار فلنكافح مسببات التهاب الكبد الوبائي. أوضح مدير مراقبة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور رائع برهاني في كلمته التي ألقاها إنه وبالرغم من أن التهاب الكبد الوبائي لديه مسببات عديدة، الذاكرة هذا العام نحيي ذكر هذا العام بالتركيز على مواجهة حالات التهاب الكبد الوبائي الناجمة عن عدوى الفيروسات، وإن هذا النوع يعتبر أحد الأمراض المؤدية إلى الوفاة في إريتريا. وحسب تقارير وزارة الصحة ذكر الدكتور رائع أن نسبة الإصابات المسجلة تختلف من إقليم إلى آخر، وإن من بين 1000 مواطن في إريتريا يصاب 30 شخصا بفيروس بي و5 آخرين بفيروس سي، مشيرا لأن الأمراض المزمنة وأمراض السرطان التي تسجل على مستوى البلاد مترابطة بوجود هذين الفيروسين. وأضاف إن التطعيم باللقاح يعتبر أحد سبل مكافحة فيروس بي المؤدي إلى التهاب الكبد الوبائي، وإنه يتبع في البلاد منذ 23 عاما، وإن الوزارة تقدم على إدخال تطعيم المواليد في 24 ساعة الأولى من حياتهم لتأكيد فعالية التطعيم ابتداء من شهر نوفمبر المقبل بالتعاون والتنسيق مع الشركاء على مستوى البلاد. وأشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة مير ستيفن وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في إريتريا الدكتور عبد الله محمد يوسف إلى جهود إريتريا للقضاء ومحاربة التهاب الكبد الوبائي، موضحين أن الذكرى تعتبر منصة للتذكير للوباء الذي لم يحظى بالاهتمام المفروض في وقت سابق، الذي يدفع بضرورة تعزيز العمل بطريقة منظمة وسريعة في العمل مع تفشيه. وفي المناقشات التي نظمتها جمعية الأخصائيين الطبيين تناول الحضور وضع التهاب الكبد الوبائي العام على مستوى البلاد وسبل مكافحته. وتم في الختام تنظيم منافسات للمعلومات العامة بين طلاب المدارس الثانوية بالإقليم الأوسط وتقديم الجوائز للفائزين. اختتم أمس 27 من يوليو مهرجان الإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية المنظم من 25 من يوليو في مدينة ستوكهولم السويدية بمناشط ثقافية وفنية وبرامج توريث القيم الوطنية. واشتمل مهرجان هذه السنة الذي ينظم للمرة 27 على سيمينارات ومحاضرات مهنية وعرض للصور يعكس برامج التنمية والبناء والشباب وقرى القوميات والتنظيمات الوطنية وفعاليات فنية وترفيهية. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد في ختام المهرجان إن المهرجان الذي يقام سنويا بمشاركة واسعة من المواطنين يعد أرضية للوئام يتم فيها التعبير عن الهوية والقيم الوطنية. وشاد بأعضاء اللجنة المنظمة على جهودهم لإنجاح هذا الحدث التاريخي الوطني رغم العديد من التحديات والعقبات، وكذلك مشاركة ومساهمة المواطنين بشكل عام. وأوضحت سكرتيرة اللجنة الوطنية المنسقة للمهرجانات في الدول الإسكندنافية السيدة زغريدة برهي إن السبب الرئيسي لنجاح مهرجاناتنا هم المواطنون المجتهدون الذين يغنون بلدي دوما وتوظيف طاقاتهم وأموالهم. وقالت إن المهرجان الذي استمر ل4 أيام أثبت فعالية الإريتري وتصديه وإنتاجيته.
وفي الختام تم توزيع الهدايا والشهادات التقديرية على الأفراد والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح التجمع الوطني وبرامجه المختلفة. وأفادت اللجنة المنظمة مشاركة أكثر من 28 ألف مواطن من الدول الأسكندنافية، السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا، بالإضافة إلى مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها في المهرجان الذي استمر من 24 إلى 27 من يوليو. وأحيت الفرقة الفنية التي ذهبت من إريتريا عروض فنية في المهرجان. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخا تسفا ميكائيل إلى تعزيز دور المرأة ومساهمتها في الحفاظ على الهوية وتعزيز أنشطة التنمية ورفع الوعي الوطني في السمينار الذي عقدته في مايمنه يوم 23 من يوليو الجاري. وبعد شرح الوضع الحالي للبلاد ومهمة المواطنين، ذكرت السيدة تخا إن المرحلة التي وصلنا إليها تم تحقيقها من خلال العمل الجاد والتضحيات، وحثت المرأة على القيام بدورها القيادي من خلال رعاية وتوجيه أطفالها الصغار والمشاركة بنشاط في البرامج الوطنية المرحلية. وحثت سكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمة نوسه، حثت النساء على الاستفادة من التدريب الذي ينظمه الاتحاد المرأة من وقت لآخر لإحداث تغيير عملي على أرض الواقع، خاصة وإن تطور المرأة يقود إلى نمو البلاد. وتم تخريج 153 امرأة بالمناسبة واللائي تم تدريبهن على صناعة الفخار وإعداد الطعام لمدة 3 أشهر بحضور حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفازيون ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخا تسفا ميكائيل. وأضافت مسؤولة الاتحاد بالإقليم السيدة سنايت أفورقي أن التدريب يأتي ضمن الجهود المبذولة لتنمية المرأة اقتصاديا، وذكرت المتدربات على العمل على ذلك. وقال مدير مديرية مايمنه المقدم أبراهام هيلي إنه من المتوقع أن يعمل المتدربات على تحسين سبل عيشهن، مشيرا إلى الدور الفعال للتدريب والذي يهدف إلى دعم وتطوير المرأة. أفاد مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد قعش تولده أن إجراءات محاربة ممارسة قطع الأشجار تسجل نتائج فعالة في مديرية ملقه. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذت اتخاذ مبادرات اعتمادا على مشاركة المجتمع في عملية محاربة الممارسات الضارة بالبيئة تحدث تحسنا بيئيا، حيث ظلت أعداد الأشجار في الغابات تتناقص من حين إلى آخر سابقا. وأشار إلى أن ممارسات القطع كانت تهدف للاستعمال المنزلي، وإنها الآن تتناقص بفضل إقامة محميات قروية ولجان مراقبتها إلى جانب المراقبة والمتابعة الدائمة من قبل سلطة الغابات والحياة البرية المختصة بالشأن. وذكر السيد بوعش بضرورة إعادة النظر في العقوبات التي تفرض على المنتهكين، حيث أنها تلعب دورا في خفض نسبة قطع الأشجار. وحث مدير ضاحية ملقي السيد أسقدهم منقستو بدوره الأهالي إلى تعزيز دورهم في محاربة قطع الأشجار، مشيدا بفعالية الإجراءات الرقابية المتخذة وحملات رفع الوعي التي ساهمت بدورها في زيادة مفهوم الإصحاح البيئي والاعتناء به. يشارك 850 طالبا في أنشطة تنموية على نطاق واسع تركز على الحفاظ على المياه والتربة ضمن حملة الطلاب الصيفية في تسني وعلى قدر. وأفاد منسق وحدة تنمية وحماية الغابات والحياة البرية في سلطة الغابات والحياة البرية سيد عبدو إسماعيل إن البرامج تشمل غرس الأشجار وحفر الآبار وبناء القنوات الحوضية والنظافة البيئية. وذكر إنه تم بناء أكثر من 17,000 متر من القنوات الحوضية وغرس 6,500 شتلة في المدارس والمرافق الصحية والشوارع، وحفر حوالي 3,000 حفرة للتشجير. وأشاد عبدو بالتنسيق بين الطلاب المشاركين والمعلمين والخبراء الزراعيين المشاركين في متابعة العمل، مضيفا أنه من المقرر زراعة نحو 4,500 شتلة في المدارس ودور العبادة وأماكن أخرى ضمن الحملة الخضراء. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية.
توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين أمس الأحد إلى اتفاق تجاري بين تورنبري في اسكتلندا بعد اجتماع سريع. وأعلن الرئيس الأمريكي بعد اجتماع سريع لساعة واحدة التوصل إلى اتفاق، واصفا إياه بأنه الأعظم الذي تم التوصل إليه على الإطلاق بشأن التجارة، ورأى فيه وعدا بالوحدة والصداقة. بدورها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بالاتفاق الجيد الذي من شأنه أن يحقق الاستقرار. ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، والتزام الاتحاد الأوروبي بزيادة مشترياته من الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية بشكل كبير بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة. ولا يزال الاتفاق الذي لم تعرف تفاصيله الكاملة بعد يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي اطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات. أفادت بعثة الأمم المتحدة والجيش الكونغولي مقتل أكثر من 40 شخصا أمس الأحد في هجوم على كنيسة في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع أنها فترة من الهدوء استمرت شهور. واستنكر الجيش الكونغولي المذبحة، مضيفا أن نحو 40 مدنيا جرت مباغتتهم وقتلوا بالصواريخ، كما أصيب عدد آخر بجروح خطيرة. وذكر المتحدث باسم الجيش في إيتوري أنه يعتقد بأن منفذي الهجوم هي القوات الديمقراطية المتحالفة. يأتي الهجوم بعد شهور من الهدوء في منطقة إيتوري المحاذية لأوغندا. ووقع آخر هجوم نفذته القوات الديمقراطية المتحالفة في فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل 23 شخصا في منطقة مومباسا. تواصلت حرائق الغابات في تركيا واليونان وسط درجات حرارة قياسية، وأجلت تركيا أكثر من 3600 شخص من مناطق في محافظتين، حيث يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في أنحاء البلاد. وتوقعت هيئة الأرصاد التركية أن تتجاوز درجات الحرارة في مناطق عدة 40 درجة مئوية، أي أعلى من المعدلات الموسمية ب6 إلى 12 درجة. كما سجلت 50 درجة مئوية جنوب شرقي البلاد يوم السبت الماضي. وتستمر الحرائق في محافظة بورصة في الشمال الغربي التي تضم معظم صناعة السيارات في تركيا، ومحافظة كارابوك الشمالية. وتواصل اليونان مكافحة عدد من الحرائق التي دمرت منازل واستدعت تدابير إجلاء للسكان، فيما يتم نشر فرق إطفاء تشيكية وطائرتين إيطاليتين لتقديم المساعدة. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الوبائي. تنظيم مهرجان الإرثيين في الدول الإسكندنافية. جهود لمنع القطع الجائر للأشجار في مديرية موقع. أمريكا والاتحاد الأوروبي يتفاديان التصعيد عبر اتفاق غير تجاري. أكثر من 40 قتيلا جراء هجوم استهدف كنيسة بالكونغو الديمقراطية. حرائق واسعة في تركيا واليونان. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإرثية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.